اهلا اهلا، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وصحه جيده. جيتكم بالوصفه تاع التشيز كيك اللي طلبتوها مني بزاف بزاف. على بالي طولت عليكم، سمحوا لي برك. هاد الوصفه شوفوا راح تجيكم شويه غريبه لانه فيها مكون راح تستغربوه بزاف بزاف راح تخافوا انه المذاق تاعو يبان. مي صدقوني هذاك المكون هو اللي راح يمد لنا الاختلاف، وهو اللي راح يوازن لنا الذوق تاع هاد التشيز كيك. كملوا معايا الفيديو الاخير باش تعرفوا واش هو المكون. وبلا ما نطول عليكم نصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. ونبداو في الطبقه الاولى اللي هي طبقه البسكوي. عندي 2 حبات بيض حجم كبير، نفصلوا الصفار على البياض، نطلع البياض مع رشه تاع الملح، اكيد لازم يكونوا بدرجه حراره الغرفه. البول اللي نديروا فيه البياض يكون ناشف. نطلع البياض مع رشه تاع الملح، ونبدا نضيف كميه السكر على دفعات تشكل لي لاميران كما راكم تشوفوا، يتشكل لي منقار العصفور. نروح نضيف صفار البيض وغير نمتازج الصفار سيبون حبسوا تضرب. عندي هنايا زبده كنت دوبتها واحد 80%، خليت شويه ما دابتش هكا باش هذاك الجزء اللي ما دابش يبرد لي، يخفض لي درجه الحراره تاع الزبده. نخليها على جنب تبرد. نروح نوجد النواشف اللي هما الفرينه والكاكاو. خيروا نوعيه اللي تكون جيده، دائما ننصحكم بالكاكاو تاع بيمو ولا باري ولا كالبو. شغل الكاكاو راح يمد لكم نكهه بزاف هايله للبسكويت تاعكم. ندخل نواشف مليح كيما راكم تشوفوا، انا نخلط من الفوق لتحت بشويه برك. ومن بعد نروحوا لهذيك الزبده اللي كنا ذوبناها وبردت، نضيف لها شويه من هذا الخليط ونمزج مليح مليح، ومن بعد نصب كل شيء على بعضياته. نصب الخليط تاعي في سارسو اللي يكون القطر تاعو 23 سنتيمتر. ما ننصحكمش ديروا اكبر، معليش ديروا اصغر عادي تجيكم طبقه البسكوي عاليه شويه، ولكن اكبر ما ننصحكمش ابدا، راح تجيكم رقيقه بزاف. السمك المثالي يكون في المول تاع 12 في سارسو تاع 12 تاع 23 عفوا تاع 23 سنتيمتر. كيما شفتوني غلفتو بابي فيلم، ضروري يكون ماركه وفاء باش ما يتحرق لكمش. ومن بعد نغلفو بالومنيوم كيما راكم تشوفوا مليح مليح، ونديرو في بلاطو ونصب الخليط ندخلو يطيب على درجه حراره 180. الفرن يكون مسخن من قبل اكيد، كيما جميع انواع البسكوي يكون مسخن من قبل واحد 10 دقائق. النار تكون شاعله غير من التحت، ما يديلكمش بزاف، يديلكم ما 10 دقائق. بقاو تعسوا فيه باش ما يتنحرق لكمش. وغير يبان لكم البسكوي نشف، شعلوا من الفوق ما 2 دقائق باش نتاكدوا من انه طاب، وخرجوه غطوه وخلوه على جهه. وننتقلوا لتحضير طبقه تشيز اللذيذه. اول حاجه نبداو بتحضير لاماس جيلاتين باش نخلوها على جنب تنفخ. عندي هنا كميه جيلاتين بودر تاعي، نضيف لها ماء عادي بحراره الغرفه، ما يكون بارد ما يكون سخون، ونخلطهم نمزجهم مليح ونخليهم على جنب يتنفخوا. من جهه اخرى نروح نجيب 200 غرام شوكولا سوداء، ضروري تكون نوعيه جيده، نوعيه اللي بنينا انا خدمت بامباسادور وننصحكم ديروا بها. نروح ندوبها فوق حمام مائي. دائما شوفوا دائما ماذا بكم قبل ما ديروا الشوكولا فوق حمام مائي الماء تكونوا حطيتوه من قبل وغلا، عاد باش تروحوا تحطوا فوق البول اللي فيه الشوكولا، فهمتوني؟ باش ما تنحرق لكمش هكا. ونقصوا النار كي تحطوا الشوكولا تذوب. بعد ما دابت كيما راكم تشوفوا ما بقى لي حتى حبيبات فيها ما دابوش، نروح نضيف عليها كميه من الزبده. وهذيك لا جيلاتين اللي كنا وجدناها مع الاول على بها كيما شفتوا، كنت بديت بها هي الاولى خليتها تنفخ على جنب باش كي نجي نضيفها الشوكولا تكون تنفخت سيبو. كما لاحظتوا ضفت جيلاتين والزبده فوق الشوكولا وهي فوق الحمام المائي، ما نحيتهاش. وعلاه؟ باش يذوبوا ويمتزجوا مليح مليح. ضروري تستعملوا الفوي لانه راح تحسوها انفصلت. الوغ الفوي راح تساعدكم في انه ترجع لقوامها المليح، شغل يرجع كل شيء متجانس. ونروحوا للمكون اللي راح تستغربوه اللي هو جبن تشيزي. على بالي كامل راح تشوكها وراح تجيكم ماشي نورمال كيفاش مالح كيفاش بنه تاعو تبان. لا لا صدقوني راح تجيكم اكثر من رائعه. شوفوا انتم اللي عندها الماسكاربون ولا في لافيديلفيا تخدم بها بيان سور تستغنى عليه، مي تستغنى عليه وعلى الشونتي اللي راح نضيفها دركا. مي اللي ما عندهاش وحبت الوصفه تجيها اقتصاديه وحبت دوغ تشيز كيك بنين على اصوله، صدقوني تجرب الطريقه وهي مغمضه عينيها. راني في مده طويله معتمده هاد الوصفه وجميع واحد يذوقها تعجبه بزاف بزاف. درت الجبن كيما شفتوني، مزجته مليح مليح حتى ولا ليس. نروح نضيف له الشونتيي اللي كنت طلعتها بالماء عادي. هنا خدمت بلونش ناج. وعلاه خدمت بلونش ناج دوك نقول لكم؟ لانه بلونش ناج فيها حبيبات السكر. انا واش درت؟ غربلت هذوك حبيبات السكر، راح تبقى حلوه ولكن راح تنقص حلاوتها بزاف. غربلت حبيبات السكر والكميه هذيك اللي كنت غربلتها طلعتها مع الماء وخدمت بها هكا. حاولت نقص السكر من هاد التشيز كيك قدر المستطاع. مي اللي ما عندهاش يعني بلونش ناج عادي خدموا باي شونتيي، حتى لو كان ما تنحوش السكر هذاك ما راحش تجيكم حلوه بزاف لانه الجبن مالح. شتو الخليط المزيج بين الجبن المالح والشونتيي؟ الشونتيي راح تكسر هذيك الملوحيه
تاع الجبن، والجبن راح يكسر الحلاوه تاع الشونتيي، فهمتوني؟ يعني الخليط راح يكون متوازن، ما تخافوش. رحت جبت كريمه الخفق اللي لازم تكون بارده مليح مليح. وزنت الكميه يعني، ونروح نطلعها على سرعه عاليه حتى يضاعف الحجم تاعها. ماشي لازم تخدموا بكوتشينا في هذه الوصفه، تقدروا تخدموا باي كريمه اي كريمه خفق، فونديلي، ستارينا، لومبرانت، سونسيال. كي تذوقوها قبل ما تلقاوش فيها اريارغو عاد خدموا بها، خاطش من داك يكون فيهم واحد الاريارغو اللي ما راحش يعجبكم. المهم انه تخدموا بكريمه اللي يكون فيها اكثر من 30% ماده دسمه، اللي تكون يعني تطلع كي تضربوها. هذا ما كان كما راكم تشوفوا. بعد ما تضاعف الحجم تاعها خليتها على جهه، ونروحوا للبسكوي هذاك اللي كان طاب. رحت كما نقولوا نديمو ليه فيه. بعد ما نديمو ليه نروح نغسل السارسو، لانه راح نعاود نرجع له الخليط. نروح نغسل السارسو وننظفه مليح مليح من بقايا البسكوي اللي راهم فيه، ونجيب هذاك السارسو نغلفو بابي فيلم مليح مليح يعني، باش كي نصبوا الخليط تاع التشيز ما يسيحش من التحت، فهمتوني؟ ونقلب هذاك البسكوي اللي كنت طيبته كيما راه واضح قدامكم، ونشربه بسيرو. كيما تعرفوا السيرو اللي معتمداته انايا كيلة تاع السكر مع 3 كيلات تاع الماء. مي تقدروا الا ما عندكمش يعني ومبغيتوش تخدموا يعني سيرو غير على جالو، تقدروا تشربوه غير بالحليب، حليب شيكولا، قهوه، كيما تحبوا عادي. ونرجعوا لكريمتنا. هزيت شويه من كريمه الخفق اللي كنت طلعتها، نضيفها فوق هذيك الشونتيي والجبن، نمزج مليح مليح هكا باش ما يتحببليش الخليط. بعد ما يمتزجوا مليح نروح نصب كلشي على بعضياته، ونروح نجيب الشوكولا اللي كنا ذوبناها وضفنا لها الجيلاتين والزبده في الاول وخليناها على جهه. نجيبها ونضيف لها 100 غرام شوكولا بالحليب. خدموا باي نوع شوكولا، انا درت نوتيلا ودائما معتمدتها انا في التشيز كيك. نوتيلا تمد لي مذاق بزاف بنين ومعزز. ليسونسيال خدموا بالشوكولا بالحليب مليحه، ما تخدموش بمينا. يعني شوفي الا خدمت بمنتجات اللي المذاق تاعهم موش مليح بزاف، النتيجه اكيد ماهيش راح تكون مليحه بزاف. كل ما يكونوا منتجات ملاح وبنان كل ما النتيجه تكون بنينه. ضفت 100 غرام كما راكم تشوفوا، تقدروا تروحوا حتى 150 غرام على حسب اللي تحبوا الحلاوه ولا لا. انا درت غير 100 غرام لانه دايره حساب الشوكولا والكريمات اللي راح نزين بهم من الفوق، فهمتوني؟ اسمها هذيك المونتيلا، هذاك اللوتوس، هذوك ثاني راح يكونوا حلوين. الوغ ماذا بينا ما يجيش حلو بزاف اكثر من اللازم. على بها درناها بالشوكولا نوار، غلبنا الشوكولا نوار اكثر من الشوكولا بالحليب، نمزج مليح ونضيف فوقها كميه من الكريمه اللي كنا خدمناها وخليناها على جهه. نخلطهم مليح مليح، ومن بعد ندير العكس هكا باش هاد الشوكولا خاطش ثقيله، ماذا بينا ما تهبطلناش هذاك الخليط تاع الكريمه السائله والشونتيي والجبن. نضيفها على دفعات، ما تضيفوهاش ضربه واحده، ضيفوها على دفعتين ولا 3، وانتم تمزجوا من الفوق للتحت كيما راه واضح قدامكم في الفيديو حتى تحسوهم امتزجوا مليح مليح. وهذه هي الكريمه اللي نتحصلوا عليها. نروح نصبها فوق هذاك البسكوي اللي كنا شربناه، ونعدل السطح مليح مليح، وحاولوا تهزوا شويه السارسو تاعكم باش ما يبقاوش فراغات ولا يعني. حاولوا توزعوها مليح مليح، وليسوا السطح من الفوق غطوها بابي فيلم، ما يكونش اون كونتاكت، غطوها بابي فيلم برك، وندخلوها للمجمد تبات ليله كامله، لازم ضروري تجمد. هنا في اليوم الموالي كما راكم تشوفوا بعد ما جمدت لي مليح مليح، نروح نديمو ليها. اولا نحو الكيس للفوق واللي لتحت، عاد باش تفوتوا الشاليمو في الجوانب، وترفعوا السارسو تاعكم بكل سهوله، راح تديموا لكم يعني ما راحش تصعب عليكم ابدا. تقدروا غير هكا يعني اذا تحبوا تخدموا بها، يعني ديروها كيكه عيد ميلاد ولا هكا برك تزينوها من الفوق بالشوكولا تارتيني ولا بالشوكولا تاع الفستق، هذاك الحشوه تاع الفستق ولا اللوتوس كيما تحبوا، وتكتبوا فيها جوايوز انيفرسير ولا هابي بيرثداي نورمال، ومن بعد تقطعوها كي تجوا تاكلوها. مي كي تزينوها ما تعاودوش تردوها للمجمد، تردوها الفريجيدار برك باش تدي كونجلا، فهمتوني؟ سينو تحبوا كيما انا تقطعوها المرسوات، انا تقدروا تقطعوها ل8 مرسوات، تقدروا تقطعوها ل10. انا هنايا حبيت نقطعها ل10 مرسوات بشويه بشويه. حاولوا يعني ما تقلقوش في التقطاع باش يخرجوا لكم المرسوات كامل قد قد، باش ما تجيكمش حبه اكثر من الاخرى، سورتو الا كنتوا راح تبيعوه بالحبه يعني. بالنسبه لسعر البيع تاع هاد التشيز كيك تقدروا تحسبوها كيما انا عن نفسي حاليا راني نحسبوه 350 الف. ما يكونش بصح بالبات تاع البيستاج، هذيك الحشوه تاع البيستاج ما تكونش فيه. فيريرو ما نديرش فيه بزاف يعني حبه كامله نقسم، فهمتوني؟ اسم السعر حسبوه على حسب السلعه تاعكم. درك انا كيما شريت السلعه تاعي ماشي كيما نتوما، فهمتوني؟ انا من داك نحسبوا 400، كاين اللي تحب فيه الفستق نديروه لها ب 450، كاين اللي تحب فيه البوينو بزاف صوالح 400 الف. اسمع على حساب الزبونه واش طلبت منك. ليسونسيال انا ما نحسبوش اقل من 350 الف،
هذه هي. وكي نبيع بالحبه المورسو الواحد نبيعه ب40,000. وبالنسبه للتقطيع كما راكم تشوفوا، بعد ما كنت اول حاجه ردوا بالكم تقطعوا مع الاول. اول حاجه رشموا علموا يعني المكان تاع اللي راح تقطعوا فيه، عاد باش تسخنوا الموس تاعكم وقطعوا. وبين كل قطعه وقطعه ضروري تنظفوا الموس تاعكم مليح وتعاودوا تسخنوه وتعاودوا تفوتوه. لاحظوا انا بين كل قطعه وقطعه راني نغسل الموس ونعاود نشفو ونسخنو عاد باش نقطع به، هكا باش تحصلوا على مرسوات اللي يكونوا فينيين شابين. شوفوا لي لا فينيسيون كي نرفد الحبه، شوفوا شحال تجي شابه تشهي ما شاء الله. وبعد ما قطعت الحبات كما راكم تشوفوا نروح نرجعوا للمجمد، لانه راني كما شفتوا كي قطعتو دابولي شويه الاطراف نردوا للمجمد يتماسك بين ما نروح نوجد الكريمات اللي راح نزين بهم، اللي هما اللوتوس، نوتيلا، التارتينيلا هذيك تاع جوز الهند، الكرانشي، فهمتوني. دركا هادو كيما النوتيلا، الكرانشي، ماشي الكرانشي، النوتيلا يعني كامل حتى الكرانشي. واش ندير؟ نروح نجيب طاوه ندير فيها الماء يحمى، كي يغلي هذاك الماء نطفي عليه ونحط فيه هاد لي بوا تاع نوتيلا وتارتينيلا لوتوس، نخليهم واحد ربع ساعه 20 دقيقه حتى يذوبوا. كما راكم تشوفوا نروح نصبهم في بوشادوي ونزين بهم التشيز كيك تاعي. درك التشيز كيك بعد ما نخرجوه من المجمد، لانه كما قلت لكم كنا رجعناه بعد ما قطعناه المجمد باش يعاودوا يحكموا روحهم هذوك الاطراف اللي في الجوانب يعني اللي كانوا شويه دابوا. ما نعاودوش نردوه المجمد. دركا بعد ما نزينوه نردوه الفريجيدار برك باش كي ومن بعد نزينوه ونكملوا يعني كي نجو ناكلوه نلقاوه طري، يكون ديكونجلا ما بقاش حجره. هذه هي. والتزيين يبقى على حسابكم نتوما، زينوه باش تحبوا يعني وباش تفضلوا، كل واحد يزين على حساب مقدوره. تحبوا ديروا غير المرجان ماكسون كي ما تحبوا. هي يعني الوصفه كونوا ضامنين انه راح تجيكم بنه ولا اروع، وراح تحمر لكم وجهكم قدام ضيافكم، صدقوني حاجه بالطبع. هذه هي. وصلنا لنهايه الفيديو، جميع المقادير راح نخليهم لكم في صندوق الوصف، دائما ضربوا طلع عليه. وبغيت نفكركم بدوره الاذواق عن بعد اللي راني دايرتها لكم بسعر 80,000 للذوق الواحد. اللي راهي مهتمه بالمشاركه تبعت لي رساله في الانستغرام تاعي تقول لي اني حابه نشارك في الدورات الاذواق، ونبعث لها المعلومات كامل. وتقدروا تشاركوا من جميع انحاء العالم. هذا هو الحساب تاعي في الانستغرام باش ما تلف لكم، شيماء تايلر. بعثوا لي رساله فيه برك كما قلت لكم ونجاوب على كامل الرسائل. مرحبا وسهلا بكم كامل.